بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنشرح الفور لوب. الفور لوب بيبقى ليه اكتر من استخدام او له اشكال مختلفة موجودة في موقع البي دوت نت. هنشرح الامثلة اللي موجودة في example 1 بالشكل ده، example 2 بالشكل ده، example 3 و 4. اول هنشرح البنية الاساسية للفور لوب بتبقى بالشكل ده. في الفور على عكس الوايل والدو وايل مش بنبقى محتاجين متغير عاملينه، انت من جوه اللوب بتعمل متغير جديد. احنا ممكن نعمل ده كده، انت جوه اللوب فور لوب بتعمل متغير جديد. اول اكزامبل اللي هو بيبقى فيه الصيغة الأساسية. احنا طبعا المثال اللي احنا بنعمله اللي هو يعد من 1 ل10 أو يطبع لنا من 1 ل10. طيب بيتركب الفور لوب ازاي؟ بنكتب فور وبعد كده اسم المتغير اللي احنا عايزين نعمله لو مثلا I زي ما موجود في المثال I، ماشي، وندخل له قيمة يعني مثلا زي ما مكتوب نخليه 1. بعد كده سيمي كولون. سيمي كولون مش اللي هي الفاصلة، لا ده سيمي كولون. وبعد كده بندخل الشرط لو هنا شرط I أصغر من أو يساوي 10، I أصغر من أو يساوي 10. بعد كده السيمي كولون، وبعد كده الزيادة أو النقصان في اللوب زي ما احنا كنا عارفين في الوايل والدو وايل اللي هو ده الزيادة. هنقوم عاملين I بلس بلس بالشكل ده. بعد كده نفتح ونشوف المهام اللي هتتعمل. هنا في 3 جزئيات، هنا المتغير اللي احنا هنستخدمه، وهنا الشرط اللي لكل ما الشرط ده يطلع ترو يقوم منفذ اللي هنا ويرجع تاني، الشرط ده يطلع ترو ينفذ اللي هنا، الشرط ده يطلع ترو ينفذ هنا لغاية لما الشرط ده يطلع فولس ما ينفذش اللي هنا. هو عموما مش بينفذ اللي هنا بس، هو بينفذ ده كمان اللي هو الزيادة بينفذه. يبقى هنا لو الشرط ده طلع ترو ينفذ ده وينفذ اللي هنا، لو الشرط ده طلع ترو ينفذ ده وينفذ اللي هنا. طب لو طلع فولس يقوم خارج من الفور خالص حتى ما ينفذش ده، يقوم طالع على طول. جميل. طيب احنا لو هنا قلنا له ايكو اي بالشكل ده هيعمل ايه؟ هيطبع لنا من 1 ل10. ليه؟ هنا عندنا اي يساوي 1. جميل. لو اي اصغر من او يساوي 10 تزود عليه 1. طب هنا فعلا اي اللي هي الواحد اصغر من او يساوي 10، فهيقوم مزود 1 على الاي، يبقى هنا هيبدأ من الاتنين مش هيبدأ من الواحد، فعشان كده نقوم مخلينه 0. جميل. فيبقى هنا اي اللي هي الصفر اصغر من 10، اصغر من او يساوي 10 لانها اصغر من 10. جميل. يبقى يطلع ترو، يبقى يزود عليها 1، يبقى كام؟ يبقى 1، يبقى يطبع لنا 1. بعد كده يرجع تاني اي بقت 1، يعني الجزء ده يهمله، هو الجزء ده بيتاخد اول مرة بس، اول مرة بيدخل فيها اللوب، وبعد كده الجزء ده يطلع ويبقى هنا معانا كام؟ الاي تساوي 1. الواحد اصغر من او يساوي 10، اوكي يزود عليها 2 يقوم طابع 2. فيبقى هنا الاي تساوي 0. جميل. من الاول تاني الاي تساوي 0 اصغر من 10 يقوم مزود عليها 1 ويقوم طبعه لنا يبقى 1، يبقى يد من 1 ل10. هنشوف هيطبع لنا الناتج ولا لا. الجهاز تقيل جميل. طبعا من 0 ل10، طبعا من 0 ل10. جميل. يبقى كده هنبدأ من 1، يبقى ده معلومة اتلخبطت عندي يمكن. جميل. يبقى من 0 ل10 يبقى نخليها من 1. يبقى هنا ده بس اللي بيتنفذ في أول مرة، يبقى مش ده بس اللي مش بيتنفذ أول مرة، يعني ده بيتنفذ أول مرة وده ده بيتنفذ أول مرة بس، وده مش بيتنفذ أول مرة، وده داير على طول مع اللوب. جميل. يبقى كده الصح كده، يبقى ده داير على طول مع اللوب، لو طلع ترو ينفذ اللي هنا، لو ما طلعش ترو يعمل جامب بره اللوب، وده بيتنفذ مع تاني مرة، وده بيتنفذ أول مرة بس. جميل كده. يطبع لنا من 1 ل10. نقول I دوت
بي ار اللي هو معامل جمع النصوص، وبعد كده نكتب نص HTML عادي اللي هو البي ار. جميل. طبعا لنا من 1 ل10. ده اول مثال. تاني مثال في الفور هنشرحه ان شاء الله في الدرس الجاي.